لو أنت برج الأسد أو كتعرف شخص من برج الأسد، هاد الفيديو لك. برج الأسد، آه نصيحة صغيرة لك انت اللي كتشوف هاد الفيديو، سواء انت برج الأسد ولا مع شي شخص من برج الأسد. أول حاجة، عندك ثم عندك تقرب من برج الأسد من هنا حتى العيد ميلاد ديالو، يعني حتى يبدا من 21/7 حتى 21/8. عاد دير شي تصرف مع برج الأسد، لأن برج الأسد حاليا كيمر بواحد الفترة ديال النقاهة، فحال النقاهة. هو برج الأسد ما عارفش راسو شنو كيوقع له، هو في واحد لا كونفيزيون، في واحد الحالة من الغموض. برج الأسد الأغلبية ديالهم منعزلين بعدين، يمكن يخرج، يمكن يضحك معاك، يمكن يهضر معاك، ولكن ماشي الوجه الحقيقي ديالو. غيعطيك واحد الوجه آخر غير باش يتسعف معاك ويسلك معاك. أنا كنعطيكم بعض المفاتيح ديال برج الأسد، سواء انت برج الأسد أو لا معاك شخص من برج الأسد. حاول ما تهجمش على برج الأسد، أو لا تجادلو، أو لا تناقش معاه في هذه الفترة هذه، لأن الرد سيكون ضربة القاضية. برج الأسد حاليا لا يستحمل، أو لا ما غيستحملش ولو نص كلمة من أي شخص. هذه الأولى. ثاني حاجة، برج الأسد كيمر بحال كما قلت لكم في واحد الفترة ديال النقاهة. برج الأسد الأفكار ديالو كانت مشتتة. برج الأسد ما بقاش عارف شكون اللي كيبغيه وشكون اللي ما كيبغيهش، لأن اكتشف وشوش كثيرة جدا خداعة وكذابة وما متيقش راسو. برج الأسد اكتشف خيانة، برج الأسد اكتشف كذب من أقرب الناس إليه. برج الأسد إلا بغيتي تدمرو، هي يلقى الخيانة من العائلة ديالو أولا من الناس اللي قراب منه اللي كيبغيهم. دونك هو اكتشف هاد الحوايج، أنا متأكدة اكتشفها وشدها في قلبه، ومزير ومضغوط، وعرف راسو مع من كان معاشر، وعرف راسو كان ماشي في طريق غلط. اش كيدير دابا برج الأسد؟ كيتجمع. راه واخا تسمعوا الأسد راه كيتجمع دابا، راه مجموع منطوي على نفسه، لا باغي يهدر، لا باغي يتكلم. اغلبيه ديال برج الاسد في هاد الاوقات هادو دايرين ميوت سيلونس البورطابلات ديالهم. شنو داير برج الاسد دابا؟ كيتفرج، تجمع، بعد، منغلق على نفسه وكيتفرج. هاد الجمعه اللي كيتجمع برج الاسد وما كيبقى عنده لا تواصل لا مع الناس لا مع حتى شي حاجه، ماشي ما كيخرجش ولا ما كيضحكش، لا 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 لا، راه تلقاه عايش حياته نورمال، ولكن منعزل واحد شويه. ماشي ديك برج الاسد اللي منطلق. ملي تشوف برج الاسد داير بحال هكا، عطيه اتساع، اعطيه اتساع، ما تهضرش معاه، ما تعاتبوش، ما تكلموش، خليه حتى يهضر معاك هو. الناس من برج الاسد، نصيحه لكم، نصيحه من القلب الى القلب، عندكم ترجعوا للعلاقات القديمه. عندك فيت اتونسيون، عندك ترجعوا للعلاقات القديمه اللي دمراتكم، اللي اكتشفتوا فيها النوايا الحقيقيه ديال الشخص اللي كنتو معاه. لا ترجع يعتذر، لان الكذابين المكارين الخداعين الطماعين دائما كيرجعوا، خصوصا الا كنتي عطيتيهم قيمه اكثر من اللي كيستاهلوا. غادي يرجعوا. انت برج الاسد عرفتي كل واحد على حقيقته، كلشي انت لي كارت كلهم تحطوا قدامك، شفتي كلشي بعينك، هكذا فاس. دونك برج الاسد او الناس اللي كاينين مع برج الاسد عطيوه اتساع في هاد الايامات. كيمر بواحد الفتره ديال النقاهه، كيدوز ولا كيمر بواحد الفتره بحال ديك البحر الهادئ، البحر هادي عندك الثق فيه، راه تقدر تدخل في البحر ونضل المواج. برج الاسد ردة الفعل ديالو معك غتكون قاسيه جدا. الا حاولتي تستفزيه، الا حاولتي تنبشو، الا حاولتي تهضر معاه،
دونك سيت مع برج الاسد هاد الايامات حتى ل 21/7 ان شاء الله باذن الله. عادي الا بغيتي تونطامي شي موضوع مع برج الاسد، بغيتي تهضر معاه، بغيتي دير شي حاجه، ديك الساعات شويه ليبر، حر في حياتك. نصيحه بسيطه جدا، عندك ترجع للعلاقات القديمه. I J I love you baby see you every day every minute every time. انا غلط. كذوب كذوب فيك. انت عايق به، انت عارفه، انت قاعد تشوفه بحال الكلاون قدامك وغتلعب به كيما بغيتي. انت تخطط برج الاسد، انت تخطط لاشياء كثيره جدا، ولكن اعين الناس عليك برج الاسد. اعين الناس عليك، الناس عينيهم عليك، الناس دايرين عليك هكذا برج الاسد، وانت بحال اللي ما كتحسش، بحال اللي ما مسوقش او لا ما مساليش. انت عندك اشياء مهمه يجب عليك ان تقضيها قبل نهايه السنه، من الناحيه العمليه ومن الناحيه الماديه. خلي عليك العاطفه دابا، انت برج الاسد لا تهتم للعاطفه، العاطفه كتجيب بوحديتها. برج الاسد انت عارف الناس اللي دايرين بك كيفاش دايرين، انت عارف ان ما عندك غير راسك صحتك وجيبك، بيجيك من الاخر. وحتى الناس من برج الاسد اللي مازال ما اكتشفوش الوشوش الخداعه، هانتوما غتكتشفوها. ويلي الاقنعه غطيح طف 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 من اقرب الناس اليك. لا تحزن لا تحزن، انت ولفتي، انت تعودت على كده صافي، انت ولفتي يا برج الاسد، ولفتي. ولاو كيجيوك هاد المشاكل بحال هكدا، وخصوصا غدر الناس ولا كيجيك عادي. قبل ما يغدرك انت راك عارف وراه كيغدرك وكتبقى تفرج فيه وكتضحك. برج الاسد دخل في واحد الطاقه رائعه الا عرفتي تستغلها. ما تخدمش العاطفه، ما تخدمش العاطفه، و او ميم طون ما تكونش قاصح مع الناس، لان انت ما عندكش يا ابيض يا اسود. انت ما عندكش رمادي. انت يا اما كتولي مزيان 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 زوين 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 وميطا ميطا ميطا ميطا، هي كتولي خايب، هي كتولي خايب، والخيوبيه ديالك خايبه. بزاف بزاف الناس باقي ما شافوش الوجه الحقيقي ديالك. بس بزاف الناس مخدوعين فيك، حتى الناس راه مخدوعين فيك، كيسحب لهم انت زوين وظريف وجونتي يلاه ولكن ما عارفينش الوجه الحقيقي ديالك. برج الاسد انت مدمر، انت تقدر تدمر اللي قدامك في دقيقه في دقيقه في دقيقه، والانتقام ديالك صعب جدا، صعب داكشي ما كتبغيش تستعملو، حيت عارف راسك الا حلفتي في شي حد مشى فيها، غير يقرا عليه سوره الفاتحه. دونك حسيت برج الاسد مضغوط هاد الايامات، مضغوط بزاف بزاف بزاف، وعنده واحد المرحله الانتظار، غادي تحيد ديك مرحله الانتظار ان شاء الله. عندك اخبار رائعه جايك في الطريق برج الاسد. لا تكترث الى الحثالات. انت حساس جدا برج الاسد، انت حساس جدا، واي حاجه كتاثر عليك. قلبك خفيف، تصرف بسيط 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 قد هكذا يقدر ياثر عليك مده طويله ويبقى فيك الحال ويبقى يحك فيك. دونك اش غادي دير انت برج الاسد؟ حيد ما تدخلش في راسك افكار خاويه، ما تدخلش في راسك افكار سلبيه. انت غادي في طريقك، انت راك شاق طريقك، انت راك زايد لقدام، ما كاينش اللي غيوقفك ابدا ابدا. يطيروا ينزلوا يتعوجوا شنو اخر، يسحروا يسحروا يطيروا ينزلوا شتي غيموتوا. ما كاينش اللي يقيسك برج الاسد، انت في حمى الله سبحانه وتعالى، ما تخافش، انت ماشي في الطريق الصحيح. غير حاجه وحده اللي غنصحك بها الفتره المقبله من هنا حتى لانيفرسير ديالك، اياك ان تثق في شيء. واش شتي حوايجك ما تثقش فيهم، شي حوايجك اللي كتلبس يقدر تخرج الزنقه يتقطعوا عليك وتبقى عريان. برج الاسد احتفظ بمالك، صدق دير الخير، ولكن ما تعطيش المال للناس اللي ما يستاهلوش. برج الاسد بدا صفحه جديده في حياتك العاطفيه، نسى الماضي، نصيحه من عندي، واخا يكون رجوع وانت ديرها في راسك، انت اكتشفتي خيانه، اكتشفتي طرف ثالث، اكتشفتي غدر، اكتشفتي طمع. شي شخص كان معاك كان كياكل فيك، ماشي بالضروره ياكل فيك الفلوس، لا، كاين حوايج اغلى من الفلوس، هي الطاقه ديالك. شي حد كان كيديلك الطاقه ديالك، الجهد ديالك، كيهضر خواك، وليتي خاوي، وصلتي للقاع. دابا انت كتريكوبيري برج الاسد، انت كترجع
كترجع بشويه 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 بشويه. يعني من 3 شهور حتى ل6 شهور عاد تقدر توقف على رجلك نوبه اخرى باش نجيك نيشان. ولكن او ميم طون نتا برج الاسد غيجيوك فرص رائعه من الناحيه العمليه والماديه، غيجيوك فرص زوينه رائعه غتستغلها. انا متاكد. خد بالك على مالك، خد بالك على فلوسك، خد بالك على مجوهراتك، خد بالك على الناس اللي معاك في المنزل ديالك برج الاسد. اسمعها مني، يمكن تعجبك يمكن ما تعجبكش. برج الاسد هناك اشخاص قريبين منك جدا طمعانين في فلوسك، طمعانين في صحتك، طمعانين فيك في شي حاجه. رد بالك في هذه الفتره هذه، خليها تدوز 21/7 عندك ساعات الا بغيتي دير شي حاجه. اما حاليا برج الاسد رد بالك، كون غير منتبه، لا تتعصب، ما تعصبش. شوف برج الاسد نصيحه من عندي، ما دير حتى شي رياكسيون في هذه الفتره هذه. ما تمشي تدابز، ما تغوت، ما ترفع قضيه طلاق، ما تمرض راسك. شوف كل ما قدرتي تجلس بوحدك، كل ما قدرتي تبعد على الناس المستفزه برج الاسد، كل ما قدرتي تسافر، تبعد على لونطوغاج ديالك، غيكون لك السفر شحال عندك زوينه برج الاسد. كتبعد من لونطوغاج ديالك الوقح، لونطوغاج الكذاب، لونطوغاج المنافق. انت تمر بواحد الفتره شويه، ماشي من دابا، راه من شهر 2 3 4 5 وحنا في 6 وغيدخل شهر 7 وانت شويه مزعزع، حتى يدخل 21/7 عاد غترتاح. من 21/7 لاخر السنه رائعه البرج الاسد، غتعيش واحد اللحظات جميله جدا وعندك فلوس تستغل الفرصه برج الاسد. حتى الا يقول لي دابا ما عنديش، انا ما عندي حتى درهم، مازال يكون عندك فلوس ان شاء الله بواحد الطريقه رهيبه. واحد الطاقه ديال المال جايه كبرج الاسد رائعه. عارفك ما ساخيش بالناس اللي كانوا في حياتك، خصوصا العلاقات العاطفيه، سي تري ديفيسيل انت باش تخرج من علاقه عاطفيه، خصوصا الا كنتي كتبغي شي حد. ولكن انا متاكده غادي تخرج، غتخرج من واحد العلاقه سكوندالوز واحد العلاقه مريضه، واحد العلاقه استنزفت الطاقه ديالك، واستنزفت لك فلوسك، واستنزفت لك شعرك، واستنزفت لك صحتك، واستنزفت لك وجهك. ستخرج منها. نميغيت با، ما كتستاهلش. انت تستاهل انسان يحن عليك، يعاودك حنان العائله، يعاودك الحنان ديال الاطفال ديالك. انت تستاهل شي شخص اللي يدرعك ويحضنك ويفهمك. اما اشخاص طماعين المنافقين الكذابين انت في غنى عنهم. انت غتخرج من هذه المرحله وغتزيد لقدام وغادي تنسى كوم دابيتود. ولكن ما تعاودش نفس الغلط، الله يعطيك الستر. جايينك دي بروبوزيسيون دو مارياج ديال الزواج، جايينك فرص زوينه. ولكن برج الاسد رد بالك على صحتك، رد بالك على فلوسك، ورد بالك على خدمتك. عندك اعداء كثيرين جدا، كيموتوا هيدا وكل لقاو كيهزوك من بلاصتك ويرميوك في شي طرد الزبل حاشاكم ديال المهملات ويجلسوا هما بلاصتك ناري كيموتوا. هذيك الطاقه كترجع لهم. دابا هو كيغير منك وكيحسدك فهمتيني، ومفقص منك وراه ديك الطاقه كلها كترجع له. انت راك ماشي في الطريق ديالك، ما كاينش لي هذيك ان شاء الله باذن الله. رد بالك على خدمتك شويه، شتك بديتي كتكاسل واحد شويش في العمل ديالك. الا الشريك ديالك من برج الاسد، انت اللي كتشوف هذا الفيديو سواء كنتو رجال ولا نساء، حاول ما تجبدش معاه مواضيع حرجه، لان يقدر يسد عليك يقول لك بعاد منا. عرفتي ديك الغوطه اللي كتطلق في الغابه. عندك شريك برج الاسد، عطيه اتساع. الا متخاصمين عطيه اتساع حتى يعيط لك. هو راه غيعيط لك، غيسالي الفيلم ديالو غيعيط لك، غيسالي المخططات ديالو غيعيط لك. عندك شريكه ولا زوجه ولا زوج ولا حبيب ولا حبيبه من برج الاسد، عطيه اتساع في هاد الايامات. لان الا مشيتي تتغطي عليه ولا زيرتيه غتشوف واحد الوجه ما عمرك شفتيه. غتشوف واحد الوجه ماشي حتى لتما، ما غاديش يعجبك. دونك خليه، عطيه اتساع، هو غيبرد بوحديتو، غادي يتكلم بوحديتو، غادي يرجع يهضر معاك. اوكي عزيزتي برج الاسد، كمل طريقك. المشكله ديالك كتشوف اللور، تدير وجهك وترى الماضي. انت الماضي مأثر عليك بواحد الطريقه رهيبه. زيد القدام، كمل طريقك. ربي يفتح لك واحد الباب. برج الاسد ربي يفتح لك واحد الباب اللي فيها الخير،
فيها الفرحه، مازال عندك استقرار عاطفي، مازال عندك استقرار عملي، مازال عندك استقرار مادي اللي انت كتقلب عليه. خلي غير هاد الفتره هادي دوز ان شاء الله وغادي تكون بخير. هادي كانت واحد النبذه بسيطه على برج الاسد. غايقولوا لي بغينا برج الجوزاء، نعم غندير نوبه نوبه. بحال دابا هانتوما، دابا انا حطيت برج الاسد ياك، غير باش تفهموني اخوتي. انا حطيت دابا برج الاسد لانه هو المقصح في الابراج كامله. غيقولوا لي لا برج الدار ولا فعلا، ولكن اقسم بالله اخوتي الا برج الاسد كيمر بواحد الفتره عصيبه غادي يخرج منها، كون متاكد غادي تخرج منها. والامل في الله سبحانه وتعالى. تقرب من الله، دير الصدقات. الناس ما كتعرفهمش، بعد بعد بعد، ما ديرش صدقات هذوك الناس في لونطوغاج ديالك، راه ولاد الحرام. تعبير مجازي طبعا. هادي برج الاسد كمل طريقك. كل نوبه ياك مثلا ندير 3 الفيديوهات ديال قراءات عاديه وداكشي، غنحط نصائح لشي برج بحال هكذا، بحال اللي درت اليوم لبرج الاسد. ولكن بديت ببرج الاسد لان عرفتو واصله فيه العظم. ما عمر برج الاسد وصل لهاد الحاله اللي هو فيها. شي ديك ديسبيرسمون، ديك ما قدرش تخمم لا في هادي لا في هادي لا في هادي لا في هادي. غادي تحيد منك، هادي غير فتره ودايزه. غادي تحيد وغادي تزيد لقدام. و جمع يدك، تعلم تكون واحد شويه زقرام. ما تصرفش الفلوس بزاف برج الاسد. دير شي حاجه، دير شي حاجه، دير شي حاجه، دير انفيستي في شي حاجه، دير شي حاجه. واخا تشري غير الذهب، واخا تشري غير، واخا تخبى غير الفلوس، واخا تشري غير شي ممتلكات بالنسبه للناس اللي غيدخلوهم فلوس من برج الاسد. لان برج الاسد عنده ثروه جميله جدا هذا العام هذا والعام المقبل ان شاء الله باذن الله. دونك استغل هاد السنوات هذه لان الفرصه ما غتعاودش نوبه اخرى. برج الاسد دير شي حاجه علاش ترجع باش من بعد ترتاح. ورد بالك من الناس اللي دايرين بك برج الاسد كلهم فيك. عندك تثق في شي حد، خصوصا داك المدلول اولا المدلوله اللي كانت معاك في علاقه عاطفيه. كيلكونك سوا، سمعني يا برج الاسد، كيلكونك سوا شكون ما كان غادي يجيو ويبغيو يتهضروا ويرجعوا طمعا فيك، ليس اكثر، ليس اكثر. انت داز في حياتك شخص واحد اولا جوج اشخاص اللي بغاوك من قلبهم الخالص، مشاو لظروف ليه شي حاجه، مازال ما تحتاج في الانسان المناسب. انت المشكله ديالك شنو هي؟ انك عارف الانسان كيضحك عليه وكتبقى معاه، ما عرفتش علاش. واش عندك فراغ عاطفي؟ جو سي با، ما غندخلش في تفاصيل كثيره، عطيتك غير بعض التنبيهات. الا كنت انت برج الاسد اولا الشخص اللي معاك من برج الاسد، اعطيه اتساع في هذه الساعه. شق طريقك، بقى في الانعزال ديالك ماشي مشكل، تجمع واحد شويه، ما تصنتش بزاف المهم انا ما بغيتش نهضر على شي تخربيق يقول لك شي. الصراحه كنشوف شي حوايج على برج الاسد ما فيهم حتى شي حاجه من الحقيقه نهائيا. برج الاسد معذب مكرفص مدمر هاد الايامات. لو ما كانش شخصيته قويه وايمانه بالله قوي برج الاسد، ما عادش كان غيدير في راسو. دونك برج الاسد تشبت بحبل الله، زيد لقدام، صلي، قرا القران ديالك. دير داك الحويجات اللي كنتي كدير شحال هادي. دابا كنتي كتنوض كتكتب خواطر، كترسم، كتلهي راسك في شي حاجه. حاول دير داكشي اللي كنتي كدير شحال هادي يا برج الاسد. غتخرج من هاد المحنه اللي انت فيها وغادي توقف على رجلك نوبه اخرى، ولن يروك محطما كما يريدون. ولكن نصيحه من عندي، حيد داك القلب ديالك، حيدو، تعبير مجازي طبعا، ديرو في الفريغو يبرد واحد شويه، حيت قلبك هو اللي خارج عليك. خدم عقلك، راه ملي كتعامل شي شخص كيما كيعاملك ما تخليش الضمير ديالك يأنبك. راه كيما عاملك داك الشخص عاملو حتى انت، وغادي ترتاح في حياتك. تحياتي لكم.